ده الصوت اللي كلنا بنحب نسمعه، صوت زوزة الشنطة، وخصوصا صوت شنطة السفر. لان طبعا معنى ان احنا بنسمع الصوت ده ان احنا مسافرين، رايحين نغير جو، رايحين نشم هوا كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نغير مع بعض جو. خلاص الناس كلها خلصت امتحانات، في ناس نتيجتها ظهرت، وفي ناس لسه. قلنا بقى نخطف لنا يومين كده نغير فيهم جو يا مهم جو، انا والحبايب. توكلنا على الله كده وخدنا بعض ولمينا بعض، اللمة الحلوة بتاعت كل سنة اللي ربنا يديمها عليا نعمة وما يحرمنا منها ابدا يا رب. زي ما انتوا شايفين ده المدخل اتجدد، مدخل جمصة يا بنات اتجدد، غيروا في شوية حاجات كده فحبيت اصورها معاكم. يعني غيروا في شوية حاجات بسيطة كده، البوابة والمدخل وحاجات من دي. المهم ربنا يخلي حبايبكم ويخلي حبايبنا، وربنا ما يقطع علينا عادة ولا يقطع علينا لما يا رب. المهم المفروض ان احنا رايحين نغير جو. ايه اللي يحصل بقى؟ تعالوا تخيلوا بقى ايه اللي حصل كده معايا. شايفين شكل الدنيا ده؟ انا صورت البلكونة ونسيت اصور لكم بقية الشقة من جوه. يعني مش عارفة ولا انا ما صورتهاش ولا ايه، ضاعت بقى لان الفيديوهات كانت على بعضها، مش عارفة. بس انتوا متخيلين ان الدهارة البيضة اللي في السقف واقعة في الارض كده، والشقة كلها كده جوه وهتشوفوها. والشقة فيها كمية تراب لان هي بتبقى مقفولة طول السنة، ما بتتفتحش الا لما احنا بنروح. روحنا بقى قاعدين نلعب كده بوريكم التراب، فالعيال جت تعمل زي. فالمفروض ان انا رايحة اغير جو، بس جو مين؟ لا، لازم نتفحت الاول في الشقة عشان نغير جو. تروحي تغيري جو تلاقي الشقة مستنيكي هناك، الشغل مستنيكي هناك. الشقة طبعا كلها تراب لان هي مقفولة من اخر مرة كنت انا اللي فيها هناك. انا اللي كنت قافلاها تقريبا. ف لا، رحنا بعدها مرة انا واخواتي، بس ما كناش في الصيف يعني، ما كناش مصيف. فتحناها بصينا عليها وقعدنا شوية في البلد وغيرنا جو وروحنا، بس بصينا بس على الشقة يعني. المهم مش عارفة احط الشنطة فين، قلت اما اكنس مكان الاول كده احط عليه الشنطة يبقى نضيف يعني، عشان اطلع لبس ولا اي حاجة عشان ابدأ ننظف في الشقة بقى. هنا الصغنطة تم صدق الشنطة وقاعد على الارض قاعد يلعب في السوست. ربنا يخلي ولادكم ويخلي حبايبكم يا رب. المهم بقى بدأت طلعت حاجة كده، طلعت بيجامة وعشان ابدأ بقى ننظف وندخل في المطحنة. وبعتذر لكم بقى، بعتذر لكم جدا جدا على التظليل الكتير اللي هيبقى في الفيديو، معلش اعذروني. لان نسيت البس حاجه بكم، انا اشتغلت وانا لابسه بيجامه بنص كم ونسيت البس حاجه بكم. فمعلش بقى هتستحملوني ان في تظليل كتير في الفيديو. المهم بقى غيرنا هدومنا كده وكل واحدة مسكت حاجة كده وبدأنا نشتغل في الشقة كلنا. اول حاجة عملتها زي ما انتوا شفتوا كده، غيرنا واستعنا على الشقة بالله. اللي كان بايده حاجة يعملها كان بيعملها. طبعا العيال ما استنتش، دخلوا جري يطلعوا العوامات وطلعوا الجردل بتاع البحر. ربنا يبسطهم يا رب. بدأت هنا كده انفض زي ما انتوا شايفين اي تراب بينزل عشان ابدأ المه الاول، وبعدين انفض السراير. نفضت كده الازاز بالشباك، نزلوا التراب، وبعدين الملاية اخر حاجة هشيلها. زي ما انتوا شايفين انفض شبابيك السراير الاول عشان اضمن ان كل التراب نزل قبل ما اشيل الملاية. وبعدين انفض المرتبة كده، وبعدين هنلم الدنيا كلها كده نحطها في الغسالة. ايد بايد كده يا بنات بتساعد. ومعلش بقى هنتعب اول يوم، بس هنقعد بقية الفترة اللي احنا قاعدينها مرتاحين، سواء الفترة اللي احنا هنروح نقعدها او لما ننزل ونرجع نروح تاني. فاهمين ازاي؟ يعني خلاص انت نظفت الشقة بقى، خلاص التنظيفة اللي هي بتبقى كلها تراب و... والدهارة البيضة اللي في السقف اللي انا واقعة في الارضية تقريبا عشان الشقة ما بتنفتحش. يعني الشقة دي مقفولة من السنة اللي فاتت، ودي كانت اول فتحة ليها اليوم اللي انا رحت فيه انا واخواتي. زي ما انتوا شايفين كده هتشوفوا معايا الدهارة في الارضية، والعيال بقى ما صدقت قاعدين يلعبوا. بقيت بكنس واطلع كده في الصالة
وستف الاحذية اعزكم الله في جنب كده. وطلعت برضو كده على السلام زي ما انتم شايفين اهو. شفت حتى العيال كانوا خدوا المقشه زقوا الدهاره دي بره. فطبعا احنا مش عارفين الدهاره دي عشان الشقه مثلا مش بتتهوى فمقفوله على طول، وما بتتفتحش الا لما احنا بنروح، ولا في مشكله في الشقه اللي فوقنا مثلا. فطبعا دي ما نعرفهاش. فان شاء الله كده لما يكون في حد من الرجاله هناك هم اللي هيكلموهم ويشوفوا الدنيا فيها ايه، يعني هيعرفوا اكتر مننا. فلميت الارض كده على قد ما اقدر، ونضفت الحاجة كويس، ونفضت الكنب برضو، واشتلت الحتت البيضة اللي عليه عشان تروح الغسالة برضو. عشان مع الغسيل في بقى معايا اللي في المطبخ اللي بتحط بقى الحاجة في التلاجة. لان طبعا اول ما دخلنا اول حاجة عملناها اللي احنا شغلنا الكهرباء. شايفين يا بنات الدهارة قد ايه؟ والله العظيم كانت تقيلة جدا على المقش. يلا هو يعني تعب يوم بس هنرتاح شوية. وبعدين انت ما بتعمليش لحد، انت بتعملي المكان اللي هتقعدي فيه انت وولادك، فاهميني؟ فالله يعيننا يعني. حتى الشغل ورانا. انا بقول لكم هنا لميتها، وهنا البلكونه. طبعا دي الملايات، شايفين كميه التراب اللي فيها؟ الملايات الميه دي اتغيرت لها مره واتنين عشان شوف دي كميه تراب. هي ما فيش اي حاجه فيها الا الملايات اللي كانت على السراير والبياضات بتاعه الكنب وكفى. واتغسلت واتنشرت. وطبعا ايدي هنا وايدي هنا. اللي في المطبخ بيستف الحاجه اللي جت من بره، ان كان فراخ، ان كانت لحوم، ان كان اي حاجه عايزه تخش الفريزر. و... وانا بره ماسكه الارض زي ما انتم شايفين. الارض اتكنست واتمسحت، والهدوم اتغسلت واتنشرت. وطبعا جايبين كل حاجه معانا واحنا طالعين، عشان لو نسينا حاجة بسيطة نبقى نجيبها واحنا تحت بالمرة. عشان العيال بصراحة يعني بيتقطموا بيتدلعوا علينا هناك شويتين تلاتة، فمحدش بيبقى راضي ينزل يجيب حاجة. فجبنا اللي قادرين نجيبه واحنا طالعين. واحنا بقى جايين من على البحر، جايين بالليل واحنا بنتمشى بنبقى نجيب في ايدينا بقى النواقص. فاهمين ازاي؟ يعني جبنا اللي احنا فاكرينه في الوقت الحالي. جبت جبنه فيتا، وجبت جبنه ضاني، وجبت رومي، وجبت لانشون. والمحل اللي كنت بجيب منه ما لقيتش فيه حلاوه طحينيه بصراحه. وجبنا طبق بيض، وجبنا سلك للمواعين، وجبنا البريل السايب، مش عارفه بتقولوا عليه اللي هو، مش عارفه بتقولوا عليه بريل ولا بتقولوا عليه. وجبنا البطاطس والبصل والثوم، كل حاجه موجوده يعني، ولله الحمد. ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا كنا فصلنا يعني. الارض اتكنست واتمسحت. وانتوا متخيلين، انتوا عارفين شايفين شكل الشقه ازاي، وهتشوفوا شكلها بقى وهتفهموا انا اقصد ايه. كميه شغل هبطنا بقى وفصلنا. وكانت العيال جاعت. بدأنا بقى نجيب الاكل، رز بسمتي وفراخ مشويه وشيبسي وبيبسي ومخلل وكده. رضا قوي، اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. وبدأنا نجيب الكوبايات. بصراحه يا بنات انا بحب اللمه. والله انا بحب اللمه جدا، وبحب الخروجه في اللمه والفسحه في اللمه. بناكل وبنشرب وعارفين والله العظيم. اليوم اللي بيبقى حتى فيه عيش وجبنه بيبقى طعمه جميل قوي. اخرجوا يا بنات وتفسحوا وغيروا جو، وبابسط الامكانيات. امكانياتي غير امكانياتك غير امكانيات غيرك. كل مره هقول نفس الكلام. بس ده لو على قد امكانياتك مش يبقى معاكي ومستخسره تجيبي او تزودي لاولادك، لا. احنا مش هنحوش فلوس للزمن. هم العيال دي ذكرياتهم، وهيفضلوا فاكرينها لما يكبروا. ده بابا كان عمل لي كذا، ده ماما كانت عملت لي كذا، ده كانوا بيجيبوا لنا كذا. هم ده اللي العيال هيفضلوا فاكرينه. على قد امكانياتك اعمل. العيال لو هي صغيره دلوقتي لما بيكبروا وينضجوا بيفهموا. فاهميني؟ يقولوا مثلا كانت ظروفنا على قدنا بس ابونا ما كانش حارمنا، كانت ماما بتعمل لنا كذا عشان تبسطنا. فاهميني يا بنات؟ بدأت بقى العيال صمموا ينزلوا البحر اليوم ده بصراحة. بس انا ما عدتش قادرة اصور اي حاجة تانية. انا صورت اللي قدرت اصوره يا بنات بصراحة، يعني ده مش يومي كامل. انتوا متخيلين الشقة كان شكلها ايه وبقى شكلها ايه؟ هنا كنا بالليل بعد ما جينا من على البحر وبعد الغدا وبعد كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بدأت افرش واقفل الاوض وبقت فلة. والشقة بقت ريحتها اريال وجميلة من الغسيل وغسيل الملايات وغسيل الارضيات دي بالاريال يعني. يعني حلوة قوي لحد كده. واستنوا بقى بقية الفيديوهات معايا، مصوره لكم كام فيديو كده. وادي الاوضه التانية. العيال والله العظيم بصوا انا مثبتاهم لحد ما اخد اللقطه. العيال بيهدوا السراير في لحظه كلهم، كبير وصغير، مع اللمه ما بتعرفيش تسيطري. والله العظيم ربنا يديم لمتنا يا رب.
وهنا بالليل فصلت بقى خالص وطلعت قعدت في البلكونه، وديت العصايه، متخيلين؟ ما قعدتش من غير العصايه دي مش هعرف اقعد في البلكونه كده في صمت. قعدت بقى اتفرجت على الجو في هدوء بره وفصلت من الدنيا. انا عندي اقعد في البلكونه كده ولا انزلش فيها شويه هوا يا بنات، والله ان كنا بنتغطى بالنهار واحنا قاعدين فيها. اخرجوا يا بنات واستمتعوا بوقتكم واستمتعوا بايامكم. وده كان اول يوم معاكم. اي نعم ما صورتوش كله بس دي مقتطفات منه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير، ولو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي فيها. الى اللقاء فيديو جديد، دمتم بخير دايما.